ان الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه. طبعا من غير الاهلي والزمالك الكره المصريه تفشل، دي حاجه. الحاجه الثانيه خلاص، اذا كان في دروب بالنسبه لنادي الزمالك في الفتره ديت، لا كان في دروبات قبل كده لنادي الزمالك في سنين قبل كده وكان بيعدي منها. فانا اتمنى ان الزمالك يعدي من الدروب اللي هو فيه دلوقتي ويستمر. الزمالك اللي في دروب تمام. امال الاهلي في ايه؟ يا اخي ما طيب. تسمع الكلام يا أخي. يلا خلاص في ايه بس استنى قول بس. لي. خلاص دروب في ايه؟ خلصنا. ناحيه فنيه ولا ناحيه ماديه ولا ناحيه الماديه والحاجات دي كلها. ماشي ماديه، لكن وشوف- الناحيه الفنيه أكمل الزمالك طب كلامي في العلالي. اكمل كلامي. الاهلي اللي في دروب. أكمل دروب كلامي. جامد جدا. طب اكمل كلامي اتفضل يا بعد كابتن. اذنك يعني. اتفضل يا كابتن. خلاص ونتقابل في نهايه الدوري. ماشي، والنبي اعمل لنا حلقه في اخر يعني انت بتقول كده ان الزمالك هياخد الدوري السنه دي؟ بعون الله. طيب بعون الله خلاص إن شاء نتقابل الله. في نهايه الدوري. ان شاء الله. وانا كده غلطت. الزمالك بطلا لهذا الموسم بعون الله. طب ولو ما حصلش؟ سجل يا مهيب يا عبد الهادي. ولو ما حصلش؟ لو ما حصلش إيه؟ اهو قالها لك مش انا. ولو ما اللي انت عايزه لا، ما فيش حاجة اسمها اللي انت عايزه. غدا لكل اللي لا، غدا إيه؟ ما فيش حاجه اسمها غدا لكل غدا. غدا ايه يا عم؟ انت صلي على النبي بقى. امال عايز ايه؟ لا يا ايدر اطلعك عمره يعني؟ لا اطلعك انت عمره. دلوقتي اللي زنقت نفسك. ماشي اقول لك انت اهو الزمالك لما خدش الدوري قلت له غدا للاستوديو ده لا، كله. زي ما إيه؟ حصل برضه ما تسيب من يكونش الناس الكلام ده. قال لا ما اعرفش يا مهيب امال ايه يا عم؟ تلبس تيشيرت النادي الاهلي انسى وتقول اهلي اهلي. انسى امال ايه؟ انسى. ما انت مش واثق يا مهيب. انا واثق جدا بعون الله. امال ايه؟ طيب واثق. طيب لا ما انت لازم انت واثق بقى خلاص. ما هو انت يعني انت واثق يا يبقى عم لازم مهيب، أنا قلت لازم لك لا. تتحدى لازم بقى. تتحدى. انا اتحدى لا لازم بعون الله. طيب يبقى لا لازم. طب لو ما التيشيرت حصلش؟ مع احترامه، بلاش. خلاص. تقدير واحترام التيشيرت خلاص يا الاهلي عم كان انت مش هلبسه. لبسته في ماتشات الاعتزال كتير انت بس هتمثل. ماشي اوكي. طيب البسوا ماتشات الاعتزالات صح. عارف يا طارق انت مش هتعمل ايه؟ هتلبس تيشيرت الاهلي ليه؟ ليه يا كابتن؟ لانه تقيل عليه. لا تقيل ازاي؟ والله تقيل ده عليه. اخف من الريش. صدقني تقيل عليه. وربنا اخف من الريش. انتوا كنتوا بتنزلوا ركبكم بتخبط في بعض مين قدام ده يا النادي راجل اللي الاهلي. بيخبط؟ ما تقولش اسمع الكلام اللي انا ده. بقول لك لا، إيه ده؟ لا، عليه. صراحة. ما تقولش الكلام ده الله. يا كوكي. ده الشبكه اتغيرت في استاد القاهره بفعل الحمد لله. فين هي اللي اتغيرت؟ الشبكه اتغيرت الله يرحمه بوزموس اساله. دخلت وطلعت. يبقى اتغيرت ليه؟ هيسالوا فين؟ علشان اتغيرت عشان الكره دخلت وخرجت. يا حبيبي ده يا باشا ده اتعمل استنى بس يا مهيب وانا برد الحته دي يا واحد. قول. ده اتعمل انا معاك في الجون ده. اتعمل كونسولتو ما حدش عارف اللي دخلت وما دخلتش او مصحف وردت الاتحاد إزاي. الدولي علشان يشوفوا ازاي الشبكه دخلت وخرجت. خافت منك. لا مش خافت. امال دي اترعبت. كوره ما تحصلش غير كل 100 سنه مره. طيب ايه ده؟ هتحلق شعرك؟ على شعر مين يا عم؟ امال ايه طيب؟ ليه عشان طب ايه يعني؟ ايه؟ قول. لا يا كابتن مش انا بتاع الكلام ده. طب ايه؟ انا بقول لا لك غدا. لا بلاش ماشي غدا مهيب. الاستوديو كله بلاش لا بلاش. لو حصل ان الزمالك ما خدش الدوري تطلع تعتذر للنادي الاهلي. اعتذر ده ليه؟ كده. امال انت عايز ايه انت طيب؟ عايز ايه طيب؟ انا قلت لك غدا اهو. لا غدا غدت ايه يا طب عم؟ لو الزمالك خد الدوري ما ده هتعملوا كلام إيه؟ انت اللي جميل. بتقول ده مش انا كلام اللي جميل. ماشي لو الزمالك خد الدوري هتعمل إيه يا وانت كابتن؟ بتقول الاهلي هياخد الدوري. لحظة واحدة. لو الزمالك خد الدوري ايه اللي يحصل؟ لحظه واحده. انت اللي قلت ولا انا؟ لا حول الله. انت يا اللي قلت سيدي، الزمالك انا قلت ياخد الزمالك خد الدوري هتديني ايه؟ قول لي هتعمل لي ايه؟ انا مالي اعمل لك ايه؟ انت اللي بتقول وانا اللي قلت. انا هغدي الاستوديو الكلام ده لو انا قلت لا النادي الاهلي اللي ياخد الدوري. طيب خلاص كفايه بقى. انت يعني الاهلي مش هياخد الدوري؟ الزمالك انت بتفهم كلامي يا طارق؟ طب انا عارف. طيب يلا عشان اقفل يعني الاهلي مش شايف ان ايه يعني هي بقى؟ طيب الزمالك لو خد الدوري هتعمل ايه؟ ايوه هتقول له هقول له مبروك مبروك بس كده كده. مفيش اي حاجه. لان دي بالنسبه لهم أي- دي بالنسبه لهم هتبقى حاجه يعني الكعكه في ايد اليتيم عجبه. طيب لا ما حصلش. كحكه ايه يا عم؟ ايوه. إيه؟ كابتن لا يا إكرامي كابتن بس إكرامي، في- لا يا استنى كابتن. بس لا ليه؟ مهم. اذا كان بقول لك لا تيشيرت النادي الاهلي خفيف. ايوه انت قلت له تقيل إيه؟ عليك. ما هو بيقول انا مش هلبسه. قلت له لا عشان انا تقيل لبست عليه. تيشيرت، انا لبست تيشيرت الزمالك اتقل من تيشيرت النادي لا الاهلي. لا 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 اه والله الزمالك اتقل. لا معلش. اه والله الزمالك كل حر بقى في حاجه كده فريقه. تقيله. ابو عاد عشان بختم. معلش كان الكابتن نطلع اكرامي سالمين في ركبكم هذه الفقرة. بتخبط في بعض. لا ما حصلش يا كابتن. مفيش لعيب كوره محترم وعنده ثقه في نفسه بينزل يخبط ركبوا في بعض. بس النقطه دي مهمه جدا. وتاني حاجه انا بنصح لعيبه الزمالك ما يروحوش في اتجاه ان انت خلاص الدوري انتهى وكلام. لا الحاجه المهمه هو اللي دايما بيعملها الحاجه الاستمراريه. لازم يبقى عندك هدف في كل المباريات اللي جايه او الفتره اللي جايه ان انت عايز تاخد. وانا اتمنى ان شاء الله مع شاء الله كابتن بإذن طارق الله يا كده كابتن. يكون من إن شاء نصيب الله. بص يا عبد الواحد، اصل دي برضه في زميل قالها خلاص وترد معاك. عليه ان انتوا بتخدروا جمهور نادي الزمالك بان نادي الزمالك خد الدوري. لا مش كده. ما ينفعش. هو مين ده لسه الراجل ده لسه بيقول لك بدري يا يا جماعه بالراحه احنا لعبنا ده كام راجل مباراة؟ بيحذر لعيبه لسه الزمالك. بدري يا كابتن.
خلاص لسه بدري على الكلام ده، لسه فاضل بدري. 20 مباراه. طيب كابتن اكرامي شرفتنا ونورتنا حبيبي يا سعدنا مهيب. بيك يا كابتن اكرامي. تسلم لي يا وانتوا حبيبي، الله يكرمك. يعني بنختلف كاهلي زمالك، لكن الروح موجوده والود موجود وكل حبايبي. حاجه. طبعا. لا، لا. طبعا. بس هو طارق اللي بيستفزني. لا طيب ده خلاص. كوكي ده بص اغلى من نور عينيا. ماشي. حبيبي مش هتعمل اي حاجه؟ في ايه انا هغديك طيب. اعمل لك عمره يعني هطلعكم عمره انتوا الثلاثه يا ريت وتاخد ثوابنا. بشكرك. أنا رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بها النادي الأهلي والمحنة اللي بيتعرض لها النادي الأهلي من انخفاض المستوى والنتائج السيئة، لكن كل كبوة بتدخل فيها أو محنة أنت في الآخر بتستفيد منها، وبتستفيد منها فايدة كبيرة جدا جدا، وهنتكلم بكل التفاصيل. أول حاجة عايز أبارك لكم كجمهور نادي الأهلي على عودة كابتن سيد الحفيظ بصفة رسمية إلى النادي الأهلي بيته الأساس. كان في اجتماع النهاردة مع الكابتن محمود الخطيب، وبنسبة كبيرة جدا تقارب 90% سيد الحفيظ هيكون متواجد في النشاط الرياضي كإما مدير النشاط الرياضي، وهيكون كمان في قائمة الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب إن شاء الله بإذن الله مكمل في النادي الأهلي. طيب بالنسبة بقى لمحنة النادي الأهلي، وقلنا الكبوة اللي بيتعرض ليها دي كان ليها فايدة كبيرة، لأن الحقيقة لو كان جه بعض تحسن في بعض النتائج يعني مع ريبيرو، لو كان في بعض التحسن يعني لو كانت النتائج مش سيئة بالصورة الكافية كانت ممكن إدارة الأهلي تصبر عليه ويكمل، وكان ممكن يروح الدوري. لكن بكل أمانة النتائج السيئة دي صارعت بإقالة ريبيرو، اللي هو في وجهة نظري كان غلطة كبيرة جدا برضو من إدارة النادي الأهلي. أنا قلت قبل كده أي مجلس إدارة بيكون له بعض الإنجازات ويكون له برضو بعض الأخطاء. احنا قلنا الكلام ده بصورة محايدة. إنجازات الكابتن محمود الخطيب أو مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب كثيرة جدا، وبرضو له بعض الأخطاء، وده طبيعي في طبيعة البشر، ما فيش واحد بيكون عنده أعماله كلها بتكون جيدة، لكن في النهاية هو كان القصد مصلحة النادي الأهلي، وبيجتهد على قد ما يقدر ان هو يحقق المصلحة. ممكن يكون جانبه الصواب واتخذ قرار خطأ، واحنا قلنا الكلام ده، لكن في النهاية هو ما كانش متعمد يخطأ. طيب كمان الكبوة دي لها فايدة عظيمة جدا، لان هي خرجت بعض الفئران من الجحور وبدأت تتكلم بأريحية شوية، وبدأت بعض الناس تحلم أحلام كده كبيرة وأحلامها تزيد، وبدأ في صخب كده لبطولة الدوري. عايز أقول لكم زي ما كانت في ناس كانت متوقعة ان الأهلي مثلا طبقا للسكواد الموجود ان هو يحقق بطولة الدوري بسهولة ويبقى فارق كتير جدا. صدقوني ما كانش الدوري هيبقى ليه طعم لو كانت المنافسة منعدمة، لكن انت دلوقتي اديت امل كبير للمنافسين زي الزمالك وبيراميدز والأندية دي، وبدأوا ان هم يعيشوا وهم المنافسة. وانا بقول وهم، طب هتقول لي طب ما هو الزمالك متصدر، انا بقول لك وهم. ليه؟ لان الموضوع ده اتكرر مش اول مرة مع الاهلي، وفارق النقاط مع الزمالك اتكرر كتير. الناس اللي بتقول اللي في موسم 2018 2019، لا، عايز اقول لكم ان في سنة 95 كان الزمالك فارق على الاهلي قبل نهاية الدوري بأسابيع قليلة، كان فارق 13 نقطة 13 نقطة قبل نهاية الدوري بأسابيع قليلة. وعايز اقول لكم كمان في الموسم ده كانت المباراة بنقطتين 2 مش ب3. وانا اذكر ان قبل ده كان في الدور الثاني وكان في اسابيع قليلة وينتهي الدوري. الزمالك بدأ لما الاهلي بدأ يضغط عليه ويعوض فرق النقاط، بدأ الزمالك يهتز، انهزم من الكروم، اتعادل مع المقاولين، انهزم من الاسماعيلي، مباريات ورا بعضها كده لحد ما قابل الاهلي وانهزم. وفي الموسم ده الاهلي اخذ فرق الدوري بفارق نقطة عن الزمالك. فاللي عايز اقوله ان الكبوة دي خلت امل عند بعض المنافسين ان هم يستمروا شوية، وبالتالي هتشعر بحلاوة الانتصار والفوز لما الاهلي يعود ان شاء الله ويبدأ يثبت اقدامه، يبدأ يحقق الفوز تلو الاخر، تبدأ نقاطه تزيد، يبدأ يضغط على المنافسين. ساعتها هتتفرج بقى على وضع المنافسين ازاي. انا من وجهة نظري بداية عودة الاهلي مش هيكون بس الفوز على سيراميكا، لا، انا بداية عودة الاهلي هو الفوز على الزمالك. الفوز على الزمالك في مباراة الزمالك، الاهلي هيلاعب سيراميكا، حرس الحدود الاسبوع الجاي سيراميكا اللي هو ماتش بكرة يعني سيراميكا، الاسبوع القادم هيلاعب حرس الحدود، وبعد كده هيلاعب الزمالك. الزمالك الماتش الاسبوع اللي جاي او المرحله الجايه او الجوله الجايه باي مش هيلعب يعني، لانه كده زايد عن الاهلي مباراه.
فهو فارق عن الاهلي مباراه وهو باي يعني مش احنا عارفين الدوري 21 فريق، ففي فريق كل اسبوع بيكون باي يعني ما بيلعبش. طيب الاهلي طبعا هو كان قبل كده في قاعد جوله ما بيلعبش، الزمالك الجوله الجايه مش هيلعب، الاهلي هيلعب سيراميكا وحرس الحدود وبعدين هيقابل الزمالك. طيب مباراه الزمالك مع الاهلي هي نقطه التحول في الدوري، اما ان الزمالك ياكد ان هو فريق قادر على المنافسه ويفوز مثلا على الاهلي لا قدر الله، او ان الاهلي يفوز ويبدا هنا مرحله استعاده القمه الدوري. من بعد المباراه دي هيكون في تحول كبير جدا، وانا بقول لك ان شاء الله متوقع الاهلي هيبدا يحصد النقاط تلو الاخرى. ملف المدرب الاجنبي بالحقيقه بكل امانه الاداره اتاخرت فيه جدا، ولكن نرجو ان بعد التاخير ده يكون في مدرب عالمي قوي. النهارده تم تعيين مدير فني هولندي مديرا فنيا لقطاع الناشئين، ودي خطوه انا احسبها كويسه جدا. الاهلي النهارده كمان اتعاقد مع حمزه علاء اللي هو كان برضه احد ناشئين الاهلي واصبح من ضمن الفريق الاول كحارس ثالث. طيب ماشي كلام حلو. يعني انا متوقع يعني مستقبل حراسه المرمى طبعا مصطفى شوبير، وبعديه طبعا انا شايف حمزه علاء، ما حدش يزعل مني يا جماعه، حمزه علاء انا شفت ولا زلت مقتنع ان هو افضل من مصطفى شوبير، معلش ما حدش يزعل مني، كل واحد له وجهه نظر. شفت انا حمزه علاء بادائه قوي جدا، حارس واعد عالمي ممكن يعمل مع الاهلي طفره كبيره في حراسه المرمى جدا، بعد طبعا محمد الشناوي وفي وجود برضه مصطفى شوبير الحارس الممتاز اللي محتاج ثقه بالنفس اكتر واكتر.